بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوانا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صدمة مرتضى منصور واحمد شوبير موديست دافع عن نفسه. قبل ما نروح لصدمة مرتضى منصور من القضاء المصري اليوم، فكشف الاعلام احمد شوبير كواليس صفقات داخل النادي الاهلي وتطورات التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق فيوتشر. وقال احمد شوبير خلال برنامجه عبر قناه اون تايم سبورتس: كولر اعطى الضوء الاخضر وبقوه لضم عمر كمال للنادي الاهلي في فتره الانتقالات المقبله. اضاف شوبير: قرار كولر الاخير واضح، وهو التعاقد مع عمر كمال الذي يعتبره اضافه قويه للنادي الاهلي. واوضح ان المدرب السويسري ما كانش محتاج يدافع مره اخرى عن موديست، بالعكس اللاعب دافع عن نفسه، وهي دي كره القدم، يا تحرز اهداف الامور كلها بتتغير. والناس نسيت كل اللي فات بعد احراز موديست لهدف في نهائي السوبر ضد فيوتشر، وهي دي جماهير النادي الاهلي. اما بالنسبه لصدمه اليوم من القضاء المصري لمرتضى منصور، فهي براءة عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من اتهامه بسب وقذف مرتضى منصور. قالت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم السبت ببراءة محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من اتهامه بسب وقذف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق. وفي 21 أغسطس الماضي قالت محكمة جنح الاقتصادية بحبس مرتضى منصور 6 أشهر في اتهامه بالتعدي بالسب على لمياء خيري. كما قررت المحكمة تغريم المتهم 20,000 جنيه. وتقدم منصور بطعن على الحكم السابق أمام محكمة النقد التي أصدرت قرارها المتقدم. وتقدم مستشار القانوني للنادي الاهلي ومحمود الخطيب بطلب للنائب العام لتنفيذ الحكم الصادر في القضيه رقم 45 لسنه 2012 جنح اقتصاديه القاهره، والقاضي بحبس مرتضى منصور 6 سنه مع ايقاف التنفيذ لمده 3 سنوات. وطبعا براءة سراج الدين يعني تفرح الجمهور النادي الاهلي، وموديست تدافع عن نفسه ومش محتاج كولر يدافع عنه بعد الهدف والاسيست اللي عمله في مباراة فيوتشر. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.